توانسة وكل العرب معك. يا الله السنة الذهبية الأولى لتونس وللعرب. يا الله الذهبية لتونس وللعرب. أول ذهبية أول ذهبية لتونس. مبروك مبروك لتونس من الأعماق. خلوني نرجع نفس. خلوني نرجع نفس. خلوني نرجع نفس يا سيدي. أسامة الملولي مبروك لتونس ومبروك لكل العرب بهذه الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد بكين 2008. مبروك يا ملولي. بما أن الحفناوي كان صاحب الزمن الأبطأ في هذه التصفيات، كان لابد له أن ينافس في سباحة 400 متر حر من الخانة الثامنة. الخانة الثامنة هي الخانة الأخيرة في الترتيب والأصعب أيضا، حيث لن يتمكن أحمد من رؤية أداء السباحين في الخانات الأولى، لكنه صمد وتألق في الأمتار الأخيرة، تفوق بفارق 0.16 جزءا من الثانية على منافسيه الأمريكي والأسترالي. انتزع الذهبية منهما بزمن 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءا من الثانية. حتى الحفناوي نفسه ذهل بأدائه. أحمد الجوادي يبدع وينهي السباق في السلسلة اللي لعب فيها في المرتبة الأولى. السباحة أحمد الجوادي يتوج بذهبية بطولة العالم. توج السباح التونسي أحمد الجوادي اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة في بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست. وحسم الجوادي المركز الأول في توقيت قدره 14 دقيقة و16 ثانية و40 جزء من الثانية، متقدما على الألماني فلوريان ويلبروك والتركي كوزيتون شيلي. والآن مع المفاجأة الكبرى. لا تبددوا جهودكم، فنحن عازمون على حمل كأس العالم هذه السنة. نحن أيضا نملك طموحا يمكننا من هزيمة أقوى الفرق، لذا ستبقى شعلة الأمل مضيئة في نفوسنا. هذا وأكثر إن شاء الله في فيديو. متنساوش تعملوا لايك كومنتير واشتركوا في القناة. ولي دس بالفلوس بالركبة. نحن نكره الحقد ونزرع المحبة. لتحقيق أحلامكم انضموا الآن انضموا إلينا الآن أو استعدوا انضموا